مساءكم سعيد. اليوم جيت باش نعطيكم أهم النقط ومفاتيح وأسرار النجاح في اختبار كتابي بجامعة القاضي عياض مراكش، تخصص القانون العام والقانون الخاص. بحكم تخصصي في مجال القانون العام، وكذلك بحكم تجربتي في اجتياز هذا الاختبار. أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثانيا قراءة أهم المستجدات القانونية، سواء تعلق الأمر بالأزمات والكوارث الطبيعية، سواء تعلق الأمر بالقانون الدستوري علم السياسة على سبيل المثال الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل حالات استثناء والأزمات الدولية والأزمات الوطنية، وكذلك الإداري والمالي مثلا على سبيل المثال المرافق العمومية في ظل حالات الاستثنائية، وكذلك العلاقات الدولية مثلا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها مثلا على الأمن الغذائي أو الطاقي بالمغرب إلى غير ذلك من المستجدات. يعني أنك تقرأ أنك دابا راه متوفر الانترنت، كاينين جميع المواضيع اللي متعلقة بالقانون الدستوري علم السياسة العلاقات الدولية إلى غير ذلك. بالنسبة لأهم المواضيع اللي تعطاو سنة 2021، تعطاو 3 المواضيع في القانون العام. أول موضوع كان متعلق بالقانون والإدارة، ثاني موضوع كان متعلق بالمجتمع المدني وصناعة القرار، والسؤال الثالث في العلاقات الدولية، الدولة فاعل أساسي في العلاقات الدولية. بالنسبة للطلبة أنهم يحاولوا يركزوا على الموضوع اللي بان لهم أن الطلبة ما مشاوش ليه، لأن من تيكون كل شيء مشى مثلا في المجتمع المدني يعني كيكون الحضور ديالو قليلة، يعني الطالب يمشي في المواضيع اللي ممكن أنه يكتب فيها مزيان. وإن شاء الله غنشرح لكم المنهجية ديال الكتابة ديال هذا الموضوع. بالنسبة للاختبار، هذا الاختبار الكتابي راه ما كيأثرش على التخصص اللي بغيتي تختار. مثلا أنا كتبت على العلاقات الدولية على سبيل المثال وبغيت ندفع الموضوع ديالي في الإداري، هادشي ما كيأثرش. الكتابي هو العثرة الوحيدة، يعني خاصك غير دوز من الكتابي ديك الساعة. اختيار الموضوع واختيار التخصص ما عندوش علاقة بالكتابي. الكتابي هو أنك تنجح في الكتابي. ونفس الشيء يسري على القانون الخاص. كاين القانون كيتعطاو 3 المواضيع: القانون التجاري، القانون الجنائي، والقانون المدني. كيتعطاو 3 المواضيع، وهذا الشيء ما كيأثرش لك على المسار ديالك.